مساء الخير عليكم يا أعظم جمهور سينمائي على الإنترنت كله. أهلا بيكم في دردشة جديدة من ذا سينماتولوجي بودكاست، اللي أنا المعلم محمد أبو دبورة ومعايا الدكتور إسماعيل هدهد. اسماعيل المنقبادي. المنقبادي. هندردش النهاردة على الفيلم العظيم اللي أنا بالذات بحبه جدا جدا، أرض الخوف. هسمع رأي إسماعيل بقى، بيحبه جدا جدا ولا جدا ولا ما بيحبوش خالص ولا إيه؟ أعتقد الحلقة دي هتبقى حلوة عشان نشوف آراء ممكن تكون مختلفة في بعض الأحيان. مبدئيا قبل أي حاجة، إزيك يا سمعة؟ إيه الأخبار؟ سولي، ايه الاخبار؟ ويعني ارجو ان يكون الامور ماشيه كويس عندك في حيثما كنت يعني. الامور هنا عندي كويس الحمد لله، كل الامور مستقره وبعتذر. يعني باخد فرصه احنا نعتذر للناس برضو اللي بتتابعك وتتابع سينماتولوجي، ان احنا يعني عملنا ري ران او عملنا اعاده اصدار لحلقه قديمه، لان انا السبب، انا اللي ما قدرتش ان انا اقابل محمد وافي بالتزامي المهم. فانا بعتذر ان انا الاسبوع اللي فات ما قدرتش ان انا هنسجل الحلقه دي واتاجلت للاسبوع ده. لا والله يا سمعة، هو يعني الاعتذار واجب مننا احنا الاثنين، لان انا في ايام كنت مسافر وانت ايام ما قدرتش، فما عرفناش نلاقي اليوم. اتس نوت جاست يو يعني. فنشكر اه. الناس اللي متابعانا. معلش احنا بنحاول نلتزم على قد ما نقدر، بس لما ما عرفناش قلنا ايه، نحط حاجه عملناها من اه. زمان، وكان الارهاب والكباب سجلناه من سنتين. الواحد كان ناسي يعني، حتى الوقت اسمعها بيجري تاني بسرعة كده. جدا. فعلا. لا الحلقه كانت حلقه حلوه فكويس ان جدا احنا جدا، نشرناها اه. يعني. اه سجلناها يوم 4 انا فاكر. ايوه. برافو عليك. اه. فالحلو في الفيلم اللي هعمله النهارده كمان، انا بالنسبه لي في افلام كده هي دايما عندي التوب خمسة في الافلام المصريه، بيتغير اماكنهم. بس في افلام يعني الارهاب والكباب، ارض الخوف، الارض، الناظر، في حاجات كده يعني ايه، بروح وباجي وبيفضلوا دايما هم في الخمسه المفضلين عندي بالنسبه لي في السينما المصريه لكذا سبب. هنخش بيهم في التفصيل، بس عايز ابتدي يعني ان انا اقول ان الفيلم ده بالنسبه لي مهم جدا، بحبه جدا. عملت حلقة، من يمكن كانت تالت حلقة سينماتولوجي بتاعت الفيديو اس يعملها، كان على أرض الخوف، من كتر ما أنا بحب الفيلم ده لأسباب كتير هخش فيها. ويمكن ابتدي أقول إن ده من أكتر الأفلام اللي شفتها في السينما. يعني الفيلم ده كان بيتعرض سنة 2000. 2000 أنا كنت لسه في الجامعة، وجامعتي كانت في وسط البلد، الجامعة الأمريكية. فكنت دايما لو يكون عندي وقت ما بين المحاضرات كنت أروح ألف في السينما بتاعت وسط البلد وأحضر أفلام. يعني أكتر فيلمين حضرت، أكتر تلات أفلام حضرتهم في الفترة دي، كان صعيدي في الجامعة الأمريكية، الناظر، وأرض الخوف. شفتهم يمكن أربع يعني خمس دخلته مرات اكتر من كل مرة واحد. يا محمد؟ اه دخلته دخلته ثلاث أكتر. مرات 3 مرات في السينما. والغريبة ان انا مع اني دخلت 3 مرات في السينما، اكتر مشاهدة فاكرها لي كانت في السوبر جيت. كنت طالع من القاهرة على اسكندرية في السوبر جيت، الناس اللي تفتكر السوبر جيت بقى، وكانوا كان مشغلين بالليل ولا الفيلم ده. بالنهار؟ كان بالنهار، كان بالنهار اه. والدنيا رايقة، ورايح على السوبر جيت وبتفرج على الفيلم. من اكتر الاوقات اللي انا الفيلم يعني ايه، عشش في نافوخي جامد جدا يعني. ايوه، ايوه. فانت بالنسبة لك الفيلم فاكر شفته امتى؟ اي نو ان لا ان انت كانت مشاهدة متأخرة، فكلمني عن خبرتك انت اه. في مشاهدة الفيلم. يعني انا مش عايز ابان ان انا زي ما كنا بنتكلم عن يوسف شاهين ان انا سيلف اندulged يعني، ولكن انا الفتره بتاعت سنه 2000 دي تحديدا، انا كنت طبيب مقيم في تخصصي في القصر العيني. وطبيب مقيم يعني اللي هو بيسموه الريزيدنت ده، اللي هو يعني اول خطوه في التعليم والتدريب الطبي. ف ف وكانت نيابه شاقه جدا، احنا بنسميها النيابه، يعني ان هو النائب رئيس القسم او الطبيب المقيم اللي قاعد بقى بياخد باله من العيانين ويتعلم ازاي يعمل عمليات ويذاكر ويشوف الطوارئ. فالفتره دي انا كنت نائب ما بين سنه 98 لسنه 2001، النيابه 3 سنين في القصر العيني. وما ادراك ما النيابه، يمكن الجيش اسهل كمان يعني. مم. فالفتره دي انا كنت يعني اوت اوف كوميشن. شفت فيها افلام في السينما، انا وزمايلي كده كنا عاده نروح سينما في اخر الاسبوع، نخرج كده نروح نتفرج على فيلم، وغالبا بننام في الفيلم ده كله. انا فاكر اول فيلم شفته وانا نايب كان سيفينج برايفت راين. دخلت نمت على المشهد بتاع دي داي اللي هو نورماندي، وصحيت في اخر الفيلم وتوم كروز بيموت. كان حلو في أوي. سينما هيلتون رامسيس. توم فالفيلم هانكس للاسف ارض قصدك؟ الخوف اه. للاسف وقع مم. مني، فهي مشاهده متاخره.
وده يمكن اللي يعني مش عايز اقول عمل حاجز بيني كده وبين الفيلم ده، مش عارف ليه. عارف بيبقى عندك حاجه في منهج صعب، حاجه في المنهج اللي انت بتذاكره صعبه، فكل شويه تقول انا هعملها بعدين هعملها بعدين، فالامتحان يقرب ويجي وانت لسه ما عملتهاش. اكيد مريت بحاجه زي كده وانت بتذاكر اه. جزء كده في الماده صعبه، او تشابتر صعب في منهج اصلا صعب. فانت كل مره ما تيجي تراجع، لا انا ما تبتديش بيها وتبتديها في الاخر، فينتهي الامر ان انت عمرك ما بتتمكن منها. اهو مم. ده اللي حصل معايا في الفيلم ده. هي كانت مشاهده متاخره، بس انا سعيد ان انا شاهدتها. وزي ما قلت لك شاهدتها كده في ظروف معينه لما كنت بتكلم انا وانت قبل الفيلم. ويعني نتكلم بقى عن الفيلم، انت تبتدي بقى الانسايتس بتاعتك، لان انت واضح انت خبير في الفيلم عني يعني. والله بص، يعني الواحد عايز يشوف نبتدي الكلام عن الفيلم ازاي، على داود عبد السيد ولا القصة ولا الأبعاد المختلفة ولا الممثلين. تعال نبتدي على تعال نبتدي بالسهل. أحمد زكي. نبتدي بالسهلة اه. دي عشان ايه تجارة اوت اوف زي ما بيقولوا. أحمد زكي ده كان يعني عامل الفيلم ده سنة 2000. الفيلم اللي قبله كان اضحك الصورة تطلع حلوة. وبعد كده عمل بعد أرض الخوف 3 أفلام هم أيام السادات، معالي الوزير وحليم، وبعد كده توفى. مم. فكان في الفترة دي كان عارف بقى اللي هو زي ما انت قلت ان اولد واين بقى، ان ايجد اه واين. طبعا. وصل لسن بقى فعلا كان التقل رهيب، وكان واضحة برضو كان قوي قبليها متمكن في. من صنعته قوي اه. جدا جدا اضحك الصورة مم. تطلع حلو، تطلع حلو قبلها، وايام السادات بعدها، ومعالي الوزير. كان تقيل جدا. والشخصية بتاعت يحيى المنقبادي أو يحيى أبو دبورة هي يعني إيه، هي هدية لأي ممثل. من كتر ما هي شخصية مكتوبة فيها تناقضات كتيرة قوي، فيها صراعات داخلية وخارجية كتيرة قوي، بتخلي الممثل فعلا يبدع ويغوص في الشخصية. آم، فيها صراعات الخير ولا الشر. انا مين؟ انا نسيت نفسي، علاقتي ايه باللي حواليا، علاقتي ايه بالاله، علاقتي ايه بالسلطة، علاقتي ايه بالستات اللي بحبهم. حاجات كتير قوي هنخش فيها. غير كده كمان كان في اسلوب حلو في السرد، وهو اسلوب الناريشن اللي هو السرد اللي هو احنا بنسمعه وهو بيتكلم. فده برضو ادانا فرصة ان احنا نشوف احمد زكي بعينه وبيبص على ايده وبيتحرك، وفي نفس الوقت بنسمع هو بيفكر في ايه. فادتنا كمان نافذة على اسلوبه في التمثيل، او هو ازاي بيشخص وبيوصل لنا افكار واحاسيس معينة. فانا شايف ان ده من احلى ادوار احمد زكي، بالذات 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 في السن ده. وده من اول الاسباب اللي حببتني في الفيلم. انت رايك احمد زكي في الفيلم ايه؟ هو طبعا اظن احمد زكي كان مواليد 48 او حاجه زي كده. هو توفى في سنه 2005. و... وانا فاكر زي ما قلت لك انا، هو في يعني صله مش قرابه، معرفه. لأن يعني زوجتي وجدتها راحوا زاروه في الايام الاخيره. وانا فاكر وقتها كنت انا بمتحن دكتوراه، الكلام ده كان هو توفى في مارس 2005، وانا مم. امتحنت دكتوراه في مايو 2005. وفاكر كان في تأثر شديد مني قوي لما توفى. وكنا متابعين بقى مرضه وانه جاله كانسر ومش عارف ايه يعني كان يعني كان في زي ما بتقول صراع كده مع المرض برضه، حتى يعني مش ان هو مثلا توفى مره واحده او مرض قصير. لا هو برضه كان في ستراجل، واول ما عرفنا ان هو يعني تعبان، وان هو ابتدى ياخد علاج كيماوي ومش عارف ايه. فهو احمد زكي في الفتره دي زي ما انت لسه قايل كان نضج قوي. اللي انا شعرت بيه لما شفته بيمثل الفيلم ده ان هو كان بيمثل وهو مرتاح قوي. مم. يعني حسيت كده ان هو مستمتع ب ب ب ب بالدور. بيمثل وهو يعني زي يعني كان شغل رفيع كده. كان دايما كان نور الشريف شفت له انا الورشه المشهوره اللي كانت في الكويت دي، اللي احنا كلنا دايما واضح ان الورشه دي كنز يعني، صح. لان كلنا بنرجع لها كتير قوي وبناخد منها اجزاء. فهو كان بيتكلم على مارلون براندو ان هو بيمثل شغل خفيف. احمد زكي عمل نفس الكلام ده، لان خد بالك الشخصيه بتاعته هي اكشولي ثلاثه. صح. هي شخصيه يحيى المنقبادي، ثم شخصيه ادم، ثم شخصيه يحيى ابو دبوره. صح. الثلاثه دول زي يعني ثلاث مستويات او ثلاثه لايرز، ثلاث طبقات فوق بعض. صح. وكل واحده ليها الشكل بتاعها، الشكل الجسماني وشكل الصوت وكده. برضه حكايه ان هو برضه بيمثل برضه اسلوب السرد ده، لغته العربيه حلوه جدا جدا على ما يبدو. لان يعني كل الاعراب وكل مخارج الالفاظ جميله جميله جدا جدا جدا.
ومش افلام كتيره في افلام مصر كتيره بتتحكي بالاسلوب ده. يعني احنا لما نيجي نتفرج على مثلا شوشانك ريدمشن، لا يعني ده موجوده في افلام كتيره، مم. ان يبقى في اسلوب سرد، يعني ان البطل او حد بيحكي، اللي بيسموها in the first person. لما صح. تيجي تكتب نوفل، اللي هي ان انت بتسمع القصه عن الأنا لسان عن اه لسان البطل يعني. صح. فالاسلوب ده كان اسلوب جميل، وبيدخلك زي ما انت قلت جوه احاسيسه يعني. فاحمد زكي كان مرتاح قوي، وكان ريلاكسد زي ما يكون يعني متمزج ومستمتع بالشغل في عمل زي ده. ممتاز. وأعتقد ده يوصلنا بقى لداود عبد السيد. فكل أفلامه تحس إن هو أسلوبه مع الممثل. ما اعتقدش ان هو من المخرجين اللي بيقعدوا يتكلموا يمكن كتير مع الممثل بتاعه او بيديله دايركشنز او توجيهات كتيره. حاسس ان هو من المخرجين اللي ما دام اختار الممثل الصح وكتب السيناريو بالطريقه الصح وهيئه في الاول صح، خلاص ايوه. بيسيبه. فيمكن عشان كده بنحس بالاريحيه بتاعته دي، ان الموضوع مش مقحم. ولو لاحظت كل افلامه، يعني اتكلمنا على الكيت كات، محمود عبد العزيز، تحس ان هو ايوه، بيوصل ممثلينه بالذات الابطال لدرجه عاليه جدا. بيطلع آه احسن ما فيهم. بالظبط. عكس يوسف وال شاهين، اعتقد يوسف شاهين بيبقى داخل قوي، ولازم قوي. تتكلم بالطريقه الفلانيه وتقف هنا وتكمل كلام هنا، وهكذا. بالظبط، حتى لما نشوف حاجات بيهايند ذا سينز، كواليس افلام يوسف شاهين، دايما تلاقيه في وش الممثل وبيقول يبص ازاي اه. ويبص فدي يعني دي ليها حلاوتها ودي ليها حلاوتها. بس اعتقد في فيلم زي ده، الاسلوب بتاع داوود عبد السيد الرقيق زي ما انت بتقول ده حلو. والاسلوب الفلسفي تقريبا برضو حلو قوي، اللي هي الفيلم بيناقش افكار كبيره قوي. وداوود عبد السيد بحس ان هو ناس كتير قوي بيسميه فيلسوف السينما، ويعني ايوه. في القاب كتيره قوي يعني بتنسب له، وليها علاقه بفكره الافلام بتاعت الافكار او الافلام اللي فيها اسئله. يعني ودي حاجه اسئله مهمه جدا. وجوديه كمان. اسئله وجوديه، اسئله سياسيه، اسئله كتيره قوي. مش لازم ان هو يقول لنا ايه اجوبتها، بس بيطرح الاسئله دي. وذكاء كبير جدا ان انت تعمل الموضوع ده بشكل درامي مسلي يشدك. فيعني ممكن نتكلم عن يوسف عبد السيد كمؤلف وكمخرج. فتعالى نبتدي بالمؤلف الاول اللي الف القصه دي. القصه دي لو أخدناها على المستوى الحبكة، فهي قصة بوليسية شيقة جدا. طبعا. الفكرة إن يكون طبعا. واحد ضابط بوليس، أخدوه وخلوه يبقى يبتدي يسلم الإجرام من الأول للآخر وبعد كده يتنسي. كنا اتكلمنا على ديبارتد من كام ايوه. أسبوع أنا وأنت. صح. صح. فالفكرة الحبكة دي اوريدي تشد جدا وفيها إثارة كبيرة جدا. ورحلة الصعود ازاي ان هو من خلال المجرمين المختلفين، سواء كان الاول مع شخصية مخلص البحيري، وبعد كده سامي العدل، وبعد كده المعلم هدهد، وبعد كده شخصية احمد كمال. فهو بيطلع سلم الاجرام بطريقة حلوة جدا. ودي بنشوفها في كل افلام الجريمة، بس سكار فيس مش عارف ايه، رحلة صعود المجرم دي تبقى حلوة قوي. وفي نفس الوقت الصراعات يعني دي الصراعات الخارجية اللي بيواجهها. وعندك بقى الصراعات الداخلية اللي بيواجهها، اللي هو أنا مين، وهل أنا خير ولا أنا شر. فيعني تعال نخلي دي، نركن دي على جنب شوية ونركز الأول على الحبكة البوليسية. إيه رأيك في الحبكة هنسميها البوليسية الطبقه ولا الاولى، لأ؟ اللاير الاولاني. بالظبط، الطبقة الأولى. إيه رأيك في الطبقة دي؟ لأن ما أعتقدش لو الطبقة دي ما كانتش ناجحة، محدش كان هيفكر في الطبقات التانية. يعني كان لازم الطبقة دي طبعا. تبقى مشدودة صح عشان تعرف تبني عليها الحاجات التانية. اعتقد هي دي الفاونديشن، يعني عارف انت زي الأساس. زي الميك اب بتاع الستات، بيحطوا كده اول طبقه اسمها الفاونديشن. شوف، انا بقول واخد لك بالك؟ بقول لك الاساس والهندسه، وانت قلت لي الميك اب قلت لك صح. والفاونديشن. بالظبط، بالظبط. الستات واكله دماغ الواحد. فهي طبعا حبكه لذيذه جدا. وعلى فكره هي مش بس ارض الخوف وذا ديبارتد، اعتقد كان دوني براسكو بتاع طب بتاع الباتشينو جوني و... ديب. وجوني ديب، كان برضو في نفس الفكره دي. مم. طبعا هو الفيلم فيه تصاعد يعني لو قلنا ان اول طبقه دي اذا ثريلر، انت بتشوفه الاول وهو ضابط مرفوض من شغله، وواضح انه مرفوض من شغله بسبب ان هو عنده ضمير، مش بسبب ان هو عمل حاجه فعلا تستحق ان هو يترفد من شغله. مم. وبعد كده بتشوف اللحظه بقى اللي هم بيستدعوه فيها، ويروح المكان ده اللي هو بيقابل فيه اللي هو مأمون، ويقعد يتكلم معاه ويشرح له.
ويبتدي ان هو فعلا عايز يبقى مجرم زيهم. فهو بيبتدي الاول ان هو بيشتغل باونسر صح. في محل، بعد كده خمارة بيشتغل تجارة. بلطجي بتاع رقاصة، بعد مم. كده بيتجوز الرقاصة، بعد كده بتجيله فرصة ان هو يساعد سامي العدل. فبرضه chance favors the prepared mind، هو شاف ان دي فرصة هتدخله العالم المخدرات اللي هو من الاساس. يعني هو تدرج، ما دخلش كده غشيم في الاول. ودي برضه حبكة لذيذة عشان العالم السفلي ده ما يشوفش مرة واحد ده مين ده اللي بقى مم. اللي دخل عليه ده بقى تاجر مخدرات. لا، ده هو صعد سلم الاجرام باسلوب تدريجي ومدروس ومنهجي. صح. فعلا زي بتاع اي واحد ابتدى الاول ان هو ضابط مطرود من البوليس، بيشتغل في محل بلياردو، راح اشتغل باونسر، ثم من باونسر اتجوز الرقاصه، بقى هو البلطجي بتاعها، وبعدين عمل ساعد حد انه يهرب من السجن، فبقى هو كمان تاجر مخدرات زيهم، ابتدى يقعد معاهم وكبر بقى مع الهيروين، والباقي كله احنا عارفينه يعني. مم. فهو تدرج. صح. فطبعا الحبكه دي مكتوبه حلوه جدا، وما اتعملتش بغشويه، بالعكس ده هو انت ما حسيتش، انت من كتر ما هي سلو موشن انت ما حسيتش بيها. الله، ده بقى تاجر مخدرات فعلا. مم. يعني التطور الطبيعي بتاع باونسر، يعني واحد بلطجي شغال في، او فتوه شغال في كباريه، ان هو يعمل عمل اجرامي زي انه يهرب حد من السجن، والحد ده هو اصلا تاجر مخدرات، فبقى تاجر مخدرات زيه. صح. وانا عاجبني كمان، يعني احنا ممكن المره دي الفورمات بتاع الدردشه ان احنا نتكلم على المشاهد اللي بنحبها واحنا بنتكلم على القصه، بدل ما نقول القصه وبعدين نرجع نقول مشاهد. فانا مثلا من اول المشاهد، يعني احنا اوريدي في التيت الاولاني ده فيه 3 مشاهد عبقريين. المشهد الاولاني زي ما قلت، اللي هو بيقبل المهمه، اللي هو بيروح بيقابل اللواء مأمون. وعاجبني قوي الكاستنج بتاع اللواء مأمون ده، شكله فعلا واحد يعني لواء. اللواء مأمون ده. وبيخش وبيقبل المهمة وبياخد قطمة التفاحة، وطبعا السيمبوليزم بتاع ان هو آدم فرق وبيقطم بالرعد التفاحة، والبرق طبعا. والرعد، وبينزل بقى الأرض الخوف من الجنة او وات اللي هو كان فيه، بيقبل المهمة بينزل لأرض الخوف. عبقرية داوود عبد السيد بقى كمخرج. ازاي بتخش عاجبني قوي في دخلة كاميرا كده على اللي هو مأمون، هو انت هتكون مجرم بجد. كاميرا داخلة عليه كده هو بيتكلم، وزي ما قلت الإضاءة وصوت وهو الرعد. قاعد حواجبه سبعه كده ومركز قوي، بالظبط، سبعه فمعمولة منقوشه كده حلو قوي. بالظبط، ده حتى أصلا هو داخل الباب، يعني هو داخل البيت بتاع اللي هو مأمون، في سكوت كده، بيخش بيفتح الباب بالراحة، ويخش والباب يتقفل بالراحة، والكاميرا تفضل على الباب المقفول شوية، وبعدين نخش على جوه يعني. بيهيئك برضو داود عبد السيد في التيمبو، في الإيقاع بتاع المشهد، اللي هو ركزوا في حاجة مهمة هتحصل هنا. دي برضو ايه حرفة إخراج بتاعته عاملة ازاي. فده المشهد الأولاني. المشهد بقى التاني بعد كده، اللي هو حتى بيقول ومسكت اول الخيط، لما سامي العدل بيجيله ويقول له ان ابنه هيترحل ويا ريت تهربهولي ومش عارف ايه. اختيار المكان، ان هو بيقول الحكايه دي هم في جبل المقطم. اختيار ال الاماكن كلها في الفيلم حلوه جدا. مش لازم علشان ليها فكرة، يعني فكرة انتلكتشوال او منطقية، بس عشان المود اكتر من اي حاجة. المود الاتموسفير رهيب. ان هو اول خطوة عشان يتدرج في السلم ده مع سامي العدل. وبعد كده سامي العدل بيسيب له الحشيش في بيته، في بيته. وبيكلمه بيقول له وصل لك، فقال له اه وصل له. وصل لي يعني، يقول له وصلت لك الرسالة. مم. فيفهم من الرسالة مش ان هو بعت له الحشيش، بس ان هو عارف يدخله الحشيش جوه يعني بيته، فيعرف جوه بيته يوصل له في اي وصوله وقت كده. ما هو عايزه بالظبط. فذكاء جدا برضو في الكتابة والاخراج بتاعها. وبعدين بقى المشهد اللي فعلا تحس ان هو دخل بقى وخلاص، وحتى بيقول تحول الواد يحيى ابو دبوره للمعلم يحيى ابو دبوره، هو لما لما قتل بيقتل الثلاثه. بالظبط. اه. ده بقى مشهد يعني سوبرانوز، جاد فاذر، والله ما يقل عن مشاهد الجانجستر جانر العظيمه دي، اللي هو مصطفى وهو بيمشي البحيري بيلف حوالين العربيه والكاميرا اه بتطلع لفوق، بالظبط. وجزمته وهو ماشي جنبهم وبيبص عليهم هم الثلاثه. طبعا. ده طبعا. طبعا. حتى من قبلها الست اللي كانت مع مخلص البحيري ماشيه على في ال الليفز بتاعت الخريف، ناشفه. اه. الناشفه. الكاميرا عليها مهم. برضه على رجلتها، وتطلع تقوم مبتسمه ابتسامه حلوه لاحمد زكي، يقول لها خدوها، ويقوم رايح
ومفرط خلص فيهم عليه. مخلص عليهم زي لغة ما قلت كده سينمائية ما راقية تطلع فوق. جدا. جدا جدا جدا. حتى كان مروان بابلو كان عامل أغنية مشهورة من كام سنة، كان عامل ري اناكتمنت للمشهد ده والزوايا المشهد ده دي. تحديدا. اه اه. فحلو امم. جدا، ففعلا التصاعد ده حلو جدا. نكمل يمكن في الحبكة بتاعتنا لما يقابل شخصية أنا بحبها جدا، وهي شخصية المعلم هدهد. وعايزين نقف اه، حمدي شوية عن غيث. المعلم هدهد. عايز أسمع منك مم. الأول حمدي غيث والمعلم هدهد، لأن ده كان خطوة مهمة جدا في التدرج ده، ولكن خدتنا برضو في سكة تانية يعني. مع المعلم هدهد تشوف منه ومن الكلام اللي بيقوله ومن المود اللي هو فيه، بتشوف الجانب التاني بقى بتاع العالم السفلي ده والصراع بتاع آدم أو يحيى ونبوه. المعلم هدهد ده انا اعتقد ان هو يعني الهدهد، هل هو بقى يعني برضه هنخش بقى على اللاير التاني، وان يعني الخلق وادم والانبياء والرسل وكده. هدهد هو بقى هل سيدنا سليمان؟ هل هو سليمان الحكيم؟ لان هو كل كلامه كلامه حكم، يعني هو كل كلامه وعظ. ده يعني لما كان مثلا بيتكلم، اولا حمدي غيث عمل دور رائع في الفيلم ده. حمدي غيث طبعا ممثل فظيع. مسرحي عظيم. دوره في الفيلم ده اعتقد قد يكون احسن ادواره في السينما في رايي انا، لان هو كان متوازن بين ان هو حكيم، وبين ان هو كبير، وبين ان هو شرير في الاخر برضه. يعني قتل ناس وقتلهم بدم بارد. ولكن كل الحوارات بتاعته او المشاهد المباشره اللي بينه وبين احمد زكي، شخصيه هدهد وشخصيه يحيى ابو دبوره بقى خلاص، تحس ان احمد زكي بيرجع لورا كده ويفسح المجال للعظمه او للوعظ اللي بيقوله المعلم هدهد او حمدي غيث. يعني لما بيقول له، لما قبض البوليس على ناس من المنطقه، وهو قال له هو البوليس رزقه ينزل يقبض على ناس، وفي ناس رزقها ان يتقبض عليها وفي الاخر هتتراضى، وفي واحد رزقه تاني مش يعني هو فعلا، يعني ان والصياد الرزق ده لازم واللي هو يرجع كله بصيدة، يعني كل اه فعلا بالظبط. كلامه. يعني كل حد، لازم ينام متراضي في الاخر يعني. ولما قتل قال لك ان قتل النفس صعب، لكن حاجه لابد منها. فهي كل مشاهده عباره عن حكم. ولما قال له انت لازم تتجوز ولازم مش عارف ايه وتجيب عيال وتستمتع بالحياه، يعني كلها برضو يعني برضو هي وعظ لينا احنا كمان، حتى ان الجواز ده شيء مهم، انك تعمل اسره ده شيء مهم، آه، 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 انك تسعى في الرزق. حتى البوليس بيسعى وبتاع المخدرات بيسعى، يعني ان الدنيا كلها عباره عن سعي. وطبعا اختيار اسمه اعتقد ان هدهد ده قد يكون اسقاط على هدهد سيدنا سليمان. يعني يعني ده اعتقد هو ده والكاستنج هنا كان مناسب جدا. انا كلمت معاك قلت لك ان الكاستنج مش عاجبني في كل الاحوال، مم. لكن لما رجعت بصيت، لا يعني هتكلم على الدور بتاع اللي عملته فريده دوت، هنتكلم عليه لما نوصل له. مم. لا انا بعيد نظر، بس بسحب كلامي اللي قلت لك ان الكاستنج مش قد كده. لا الكاستنج متميز جدا. مم. حمدي غيث عمل دور رائع، ولا اتصور اي حد يعمله. كان في كمان زي نوع من الاسطوريه، ميستيك بالظبط. يحيط بالراجل ده. انت ما تعرفش هو مين وراح وهو تاجر ايه وخلفيته ايه. ولما كان بيحكي وهو صغير وكان بيشيل الحشيش في رغيف عيش، يدي لامه كام رغيف وياكل هو رغيف يعني تحس ان في كده جو هالة من أسطوري. الغموض وهالة من العظمة. وتحس ان هو يعني قد يكون ملاك ده ولا ايه، ولا ده مين الراجل ده يا جماعة؟ صح. لا لا، رهيب. هو فعلا هو بيحكي عن تاريخه وهو صغير، وبتعرف وهو بيتكلم يقول لك صبياني وصبيان صبياني يوصلوا امم. 1000 نفس ولا 1000 نفس، يعني في 1000 واحد امم. بيشتغل للراجل ده. تشوف جبروته. ايوه. وبعدين الحالة بتاعت المستيك والغموض بتاعته أصلا لما أحمد زكي بيوصل له إزاي. أحمد زكي ماشي في مصر القديمة منطقة الحسين والجمالية ومش عارف إيه، يجوا صبيانه ياخدوه ويدخلوه امم. كده بيوت قديمة وزخانيق قديمة، ايوه. ويخشوا حتة ايوه. كلهم مبهورين بالمكان اللي هم فيه ده، مش متخيلين ايوه. المكان ده موجود في الحتة اللي هم فيها دي، وفجأة هو طالع من وراهم يفاجئوا بيه. فحتى ظهور كده حاجة زي ما انت قلت، حاجة ماجيكال، يعني حاجة ساحرة وليها هالة. ف ايوه. وكل حاجة بيقولها فعلا حكم. انا برضو يعني فكرة بالظبط. ما اظنش ان اسم هدهد ده صدفة، يعني اعتقد فعلا ايوه. فكرة الحكمة دي جاية منها. أمم. والمود اهو ده هم قاعدين بيحششوا وبياكلوا الشط الكبير، وعندك الشبابيك الملونة والدخان طالع وهم قاعدين مع بعض. اتموسفير يعني.
الفيلم ده اتموسفير مهم جدا، اللي هو الافلام اللي تتحس اكتر يعني هي تتفهم طبعا، بس تتحس بجد بالاتموسفير، البرودكشن هو بدون ديزاين، شك الفيلم ده الاضاءة. تجربه. الفيلم ده برافو عليك، تجربه برافو يعني ذا عليك. ترانس هي البلوت ده اول لاير زي ما قلنا، وهو ده بس اللي زي النول كده، عارف انت النول لما تشد اللي هي الخطوط اللي بالطول بالعرض، لكن في تفاصيل بقى اللي هي صح هتيجي لما الخيوط تتحط عليه. هو الفيلم البلوت مهم، لكن هو الفيلم ده تجربه. صح صح. مم. زي ما انت قلت، معلم هدهد بيقول له فكرة الجواز، وهنا بقى بنشوف شخصية زينة اللي بينام معاها، وبرضه اه، متصورة زي ما يكون حاجة أسطورية، حاجة بالك ما جابلكش خيالية. وشها قوي، ما ركزش على وشها، هي الفكره مش في وشها هي صح. جميله ولا حلوه، هي الست، هي رمز للست، او رمز للست اللي هي، يعني مش عايز اقول هي الست اللي هي يعني اللي هي التي تشتهيها، لا تجيب منها اولاد، لكن هي ما غير تثيرش فريدة. جواك. مم. غير فريده، بالظبط بالظبط، فريده هي الست اللي كان بيروح يدور عليها عشان يتكلم معاها ويفكر معاها، لكن التانية يمكن هي اقرب الى الشهوه منها، الى الست اللي هي تقعد تتكلم معاها وتشترك معاها في حوار او في حديث. ولذلك بالظبط. هو ما ركزش على وش زينه دي، ويمكن ده صح في الكاستنج، انه يختار ناس يعني زي ما احنا بنسميهم في الطب كده انومينت، يعني ناس مم. انت مش عارف الممثله دي مين، لان هي مش عايزك تركز مع الممثله وتاخدك الممثله الستار. ما كان ممكن يجيب واحده ستار بقياس الوقت، ما اعرفش في سنه 2000 مين كانت الستار في السن ده وقتها. هو تعمد اعتقد انه يجيب ناس يعني ما لهمش خلفيه نجم، يشغلك النجم اكتر ما يشغلك رمزيه الست دي صح. او ح- الشخص ده. صح. فاهم قصدي؟ اه جدا جدا. ده حتى مم. بيسألها اسمها في تاني يوم ولا في تالت يوم، يعني اه، هو انت بينام اسمك ايه؟ معاها اه، تلات ايام، وفي نام الاخر خلاص بيقول لها معاه. انت اسمك ايه لما بتعيط. صح ففعلا هي صح هي صح حاجة من الحاجات، من متع الحياة دي، وده اللي صح بيقوله المعلم صحيح هدهد. انت لو ما ينفعش كأنك بتعوم في البحر وانت لابس بدلة، يعني كل شغلانة ليها صح حاجاتها، فاستمتع صح. استمتع بحاجاتها دي. وهنا مم. بيفكرني، يعني معلم هدهد بتفكرني بشخصية الجاد فاذر، مش احمد زكي. صح يعني احمد زكي از نوت ذا جاد فاذر، لا، معلم هدهد هو جاد فاذر، لان التراجيديا بتاعت الجاد فاذر ما بين الاب والابن مارلون براندو والباتشينو، ان مارلون براندو عمل اللي عمله عن اقتناع، ان هو بيعمل كده عشان عيلته. الباتشينو صح. بيعمل كده وهو عنده الصراع النفسي ده، مش مقتنع بيها. فتحس نفس الكلام مع ودي هدهد كانت ازمته، ويحيى. افندم. ودي كانت ازمه مايكل كورليون. بالظبط بالظبط. مم. ودي بحس انها جزء من ازمه من ازمات شخصيه احمد زكي. معلم هدهد لا، صح مقتنع باللي هو بيعمله، انما يحيى لا، عنده الصراع ده. والسيكونس الجميل ده بينتهي لما بيطخ فتحي عبد الوهاب في ظهره عشان ايوه بيعرف ان هو بيخونه. وبرده حته جاد ايوه فاذر هنا، دايما الجاد فاذر ايه، يحب يطمن اللي هيقتله قبلها فبيقول له ايوه ما تقلقش، قول لي بس انت اديت الخبر لمين، الرائد كذا ولا صح. المقدم كذا. ولما بيعرف مم. منه ساعتها بيطخه. وحركه مم. كاميرا جميله قوي برضو بعد ما بيطخه، بيدخل المساعد، بيعمل كده، بيخلي واحد من المساعدين يخلص على فتحي عبد الوهاب، مم. والكاميرا تقوم داخله تحس انها تخش على احمد زكي، بس احمد زكي واقف ورا حمدي غيث شويه، يقوم باص على حمدي غيث، والكاميرا تروح على حمدي غيث، يقول لك لا ده مشهد، ده مشهد حمدي غيث. حمدي غيث هو اللي ايوه. هياخد السوكسي هنا يعني. السيكونس بتاعه زي ما انت قلت هو حاله ومود جميل جدا جدا. ال ال في الحبكة بقى إياها دي، اللي بيعقد المواضيع أكتر هو شخصية أحمد كمال رجب. ودي برضه عاملة زي، سوري أنا جاد فاذر ريفرنسز، أنا آسف يا جماعة هزهقكم، مم. بس يعني غصب عني لأن في تشابهات كتير قوي. فكرة شخصية أحمد كمال اللي بيدخل بقى الهيروين أو الكوكايين سولوتسو. البودرة. برافو سولوتسو. عليك يا سمعة، يا سمعة، أنا مع الشخص المناسب. برافو ذا عليك. ثيرد. ذا تيرد بالظبط. ايه اللي حصل في الجاد فاذر؟ ان الجاد فاذر كانوا بيشتغلوا جامبلينج ومش عارف وكازينوز والحاجات دي، دعارة. والدعارة والحاجات دي كلها. وبعدين دخل بقى سيلاتسو عايزين يدخلوا المخدرات التقيلة، فقال لك لا، فحصل الصراع. نفس الكلام هنا، دخل شخصية أحمد كمال عايزين يدخلوا البودرة، وحصل الصراع. فعايز أسمع منك على الحبكة دي وشخصية أحمد كمال، إيه رأيك فيها؟ يعني هو برضه هو الشخصية كمان هو طبعا شر، يعني هو واعتقد ان هو الشر كان واضح ان هو قتله في الاخر، يعني هو مش هو قتل فتحي يحيى ابو دبورة، مم. قتل بتاع. فهي الشر برضه ان هو برضه يعني في لحظات كده المنقبادي ظهر، زي لما ظهر في اخر الفيلم اللي كان فيه لما مسك
عمر الاسيوطي و... وقال له ان ساعات كنت ببقى مش عارف انا يحيى ابو دبوره ولا المنقبادي، انجلها لكن دي. انا لسه جوايا يحيى المنقبادي. مم. فهو طبعا هو ده الشر المطلق اللي واضح والصريح، واللي هو ما ترددش ان هو يتخلص منه، لان حتى سليمان الحكيم ده اللي هو يعني المعلم هدهد، هو رفض ان هو يشتغل في النوع ده من المخدرات، ولما قتل واحد خاين. فبرضه جزاء الخيانه ان هو ما قتلش واحد لمجرد ان هو عايز يقتله، هو قتل واحد خاين، والخيانه كانت واضحه وصريحه. فهو رجب دوت هو ده الشر الواضح والصريح. طب انا عجبني جدا طريقه احمد. انا بحب احمد كمال عامه ده يعني. التمثيل انت استضفته مره اظن. بالظبط، كان برضو من اه. البودكاست الاولاني. يا ريت الناس اللي بتسمعها اه. تخش تسمع البودكاست، برضو كان حلو قوي ده. اه. ربط التمثيل بعلم النفس، يعني راجل دماغ بجد يعني في فن امم. التمثيل. فعمل دوره حلو قوي. فعلا زي ما قلت، شخصيه احمد كمال دي شخصيه شريره، مستعدة تعمل أي حاجة عشان مصلحتها. وده بنشوفه في المشهد اللي هو قبل ما أحمد زكي يقتله، لما بيكونوا في جزر اليونان وقاعدين كلهم معلمين مع بعض بعائلاتهم بمراتاتهم بولادهم. وإخراج برضو جميل جدا لما التلاتة شكلهم صيادين بيخشوا وبعدين بيطلعوا بالسمكة مرمين سمكه. السمكة. إخراج ممتاز. وبرضو فكرة السمكة عاملة زي لوكا براسي اه. سيفز ذا فيشز بتاعت الجود خدت بالك، فاذر. جابوا بعد كده كلوس على السمكه وهي عايمه كده في الماء، سمكه ميته، سمكه كبيره. بالظبط مم. بالظبط. مم. فدي معموله حلو قوي برضو كبونا تنشن المشهد ده. يعني بيسموه اسات بيس، عارف اللي هو مشهد معمول تقسمه كده شوت باي شوت. وبيوريك كانه الاجرام كوريوجرافي. بتاعه. برافو عليك، بالظبط كانه رقصه كده معموله حلو. فده خدت بالك يا بيوريك محمد، برضو معلش جبروته. هقطع كلامك. لا بليز. وبعد ما هو يعني خلص على الثلاثه دول اللي هو يحيى ابو دبوره، وبعد كده جاب لك بقى كده بسلو موشن، والستات بيبصوا له يعني بيستنجدوا بيه، وهو بيشيل الاطفال ويقوم بيهم، يعني كانه هو سيفير، كانه هو اللي هيعبر بيهم من الشر الى الخير، صح. او من الازمه الى الامان، او من الخوف الى الامان. ويشيل الطفل ده، والستات يتلموا حواليه وهو ياخدهم ويحوط عليهم زي كده سوبرمان، او زي الحامي بتاع الضعفاء. بالظبط بالظبط عجبتني قوي اللقطة دي. اه. برافو عليك بالظبط. الفيلم ده عبقري مم. يا سمعة، عبقري عبقري. يعني يعني كمان انا بقى. هقول لك you have to هو cross بقى. شوف، هو الفيلم ده، عارف انت يقول لك ان في حاجات كده اكوايرد تيست، يعني لازم مم. تتفرج عليها كذا مرة او تدوقها كذا مرة مم. عشان تتعود عليها، ويبقى عندك زي ما بيقولوا عندك بالات، يعني عندك يعني تذوق بقى آه، ليها. تذوق ليها. الفيلم ده اعتقد ان هو كده، مم. يعني يبقى unfair او من غير العدل ان انا احكم. انا مش هضحك عليك، الفيلم ده انا ما كنتش بحبه، وعمري ما كنت بحاول اتفرج عليه، ومش شايف اللي الناس شايفاه، لكن انا قعدت اتفرجت عليه، وشفته بالراحه، وشفته على كذا يوم لضيق الوقت. لا فطبعا، وبعد ما شفت الحلقه بتاعتك اللي انت عملتها، الفيديو اساي الصغير، وشفت من عينيا عمر ابو المجد، وطبعا انا كنت متحضر اصلا مم. للافكار اللي جواه، فانا كنت مستعد له. يمكن زي ما قلت لك ان الفيلم طلع كده في ظروف معينه، فانا ما شفتوش ساعتها، لكن لا، الفيلم فيه طبقات، ومن الافلام اللي انت كل ما هتغوص جواها كل ما هتطلع منها حاجات. طب. فاللي بيحصل زي ما انت قلت الايمجري او الشكل ده فعلا كانه المنقذ ماسك الاولاد والستات عماله م- تبص له فعلا. كلها م- رموز قويه جدا. وبيجي بعد كده ويخلص على احمد كمال. وبرضو اخراج المشهد ده حلو قوي، ان في عربيه في الجبل فوق شكلها طريق العين السخنه، وواحد ضابط على الموتوسيكل بيطلع فوق بيشوف احمد كمال الشط ثابت كده. مجرد احمد كمال ورا، مش بقى دخل كلوس على احمد كمال ولا مزيك، لا مجرد اكتشاف لجريمه معموله م. بشياكه يعني، عارف. ايوه. ايوه. وده اللي بيعقد بقى الدنيا. ده اللي بيدخل تاني شخصيه عزت ابو عوف. وتعالى نتكلم بقى على عزت ابو عوف، لان انا وانت مختلفين شويه في الكاستنج بتاعه. انا عاجبني دوره في الفيلم ده. هو دوره مش متطلب كتير، يعني هو ما بيظهرش كتير. والمفروض يورونا ان هو ظابط. اي نعم ان هو ما بياخدش رشاي ولا حاجة، بس ظابط حقود وحسود. حتى يعني احمد زكي بيقولها له انت عامل زي ابليس. فهو م. بيرمز لابليس من ناحية الغرور، اللي هو رفض ان صح. هو يسجد لآدم.
وان هو واحمد زكي كانوا مع بعض نفس الدفعه، بس احمد زكي واضح انه كان اشطر. واعتقد ان عمر مصدق ان هو فعلا كان في المهمة دي، بس رافض ان هو يقول ان هو مصدق حاجة زي كده، هو لان ده معناه انه زي ما يكون بيجزم يعني ان احمد زكي فعلا كان ضابط اشطر واختاروه هو ايوه المختار، he's the chosen one، ان ايوه هو ايوه يخش المهمة دي مش هو. فعنده حالة الحقد الجامدة دي، وبتظهر في المشهد الجميل اللي متصور في الخضار الواسع جدا، طبعا. آدم وإبليس مع بعض، وآدم بيضرب إبليس وبيواجهوا بعض، وبيقول له الجملة الحلوة بتاعت أنا كنت شاكك لو كنت أنا ضابط بوليس وتاجر مخدرات، واتأكدت إن في حتة مني على الأقل لسه لسه ضابط بوليس. لسه ضابط بوليس. فانا عايز ابو عوف عجبني في الدور ده، يعني بقول لك مش متطلب منه كتير، بس سليزي كده وشعره راجع على ورا يعني، راكب عليه الدور شويه. انت ايه شكله رايك قوي. فيه كممثل وكشخصيه؟ طبعا هو عايز ابو عوف في الاساس دكتور طبيب لم يمارس الطب، وبعدين امتهن الموسيقى وليه كارير موسيقي حلو. كان الاول في فرقه اسمها البيتي شا، كانت فرقه مشهوره قوي، كانت ميوزيكال كفر باند، يعني مم. بيلعبوا مزيكا مشهوره في اواخر الستينات واوائل السبعينات، وكانت فرقه مشهوره جدا. وكانت بتعمل حفلات بقى في العصر الذهبي بتاع المنتزه واسكندريه ونادي الجزيره وهنا وهنا وهنا. فيعني الجيل بتاع ابهاتنا يعرفوا ايه هي البيتي شا. مم. يعني كانت كبيره قوي في وقتهم، وخرج منهم صبحي بدير، وخرج منهم عمر خيرت. عمر خيرت كان الدرامر بتاع البيتي شا. صح. الموسيقار الكبير عمر خيرت كان الدرامر بتاع البيتي شا، وكان عايز تبقى في عزف الاورج. مم. وبعد كده هو انفصل وعمل الفور ام نسبة إلى إخواته البنات اللي هي ميرفت ومها ومنى، ومش فاكر الرابعة اسمها إيه. ابنه صديقي على فكرة، ابنه صاحبي جدا اسمه كمال، وطبعا وبنته المخرجة الكبيرة مريم أبو عوف كانوا جيراننا في العمارة. وبعد كده هو ساب الموسيقى وامتهن التمثيل. مم. يعني هو كان نقدر نقول عليه ان هو كاركتر اكتر. يعني هو لما كانوا عاوز يجيب واحد شكله شيك وحلو وبيتكلم انجليزي وليه كده يعني لون معين، سيمي خواجه كده، مم. نوع معين من الشخصيات، كانوا يلجأوا لعزت ابو عوف. لكن هو افري وانس ان اسرائيلي في وايل، عبود على الحدود. اه بالظبط، لكن كل حين واخر كان بيعمل دور صعب. ما هوش ممثل عظيم، لكن كان بيأدي المطلوب منه. واعتقد ان هو تطور بمرور الوقت طبعا، لانه قعد يمثل بقى مثلا من منتصف التسعينات، من اوائل التسعينات، من ايام ايس كريم في جليم لحد ما يمكن لحد قبل ما يتوفى بفتره قصيره يعني. مم. فهو ممثل يعني عادي مش بتاع، لكن هو برضو زي ما تاني انا اعتقد ان كان في اصرار او يعني توجه عام او خط عريض كده لداود عبد السيد، انه ما يجيبش نجوم بمعنى نجوم. ما كان ممكن يجيب مثلا حسين فهمي صح. مثلا، وما اعتقدش حسين فهمي كان هيرفض دور زي ده جود مثلا. بوينت. صح صح. كان ممكن يجيب حد اشهر او عنده قدرات تمثيليه اعلى، لكن هو كان اعتقد ده تصوري، ما كل واحد بقى بيشوف. ما دي حلاوه الافلام دي، ان كل واحد ليها وجهه نظر فيه. ان هو كان في اصرار او يعني توجه او خط كده فلسفي مع داود عبد السيد، ان ما يجيبش حد نجم في الدور. مش عشان يوسع لاحمد زكي، لا، علشان انت تركز مع شخصيات او مع احمد زكي او الشخصيه اللي بيقدمها احمد زكي. مش ان هو اتعمد ما يجيبش ناس كبيره تغطي على احمد زكي. هو مش عايز ان حد يجيب نجم يبقى ياكل الدور، لان هو انت مش ما تركزش مع الممثل اللي بيعمل دور عمر الاسيوطي، لا، انت تركز مع رمزيه عمر الاسيوطي. ولذلك انا هساعدك على كده باني ما بجيبلكش حد مشهور تشغل بالك بيه. صح صح. وفعلا زي ما فلكن قلت. سوري عايز كمل. ابو عوف ادى كويس. واعتقد ان هو يعني خلاك تكرهه ويبقى نجح. انت كرهته في الفيلم يبقى هو نجح. مم. طب كلمني عن رمزية إبليس وعلاقته مع عمر، دي حاجة عايز يعني أقولها برضو، يعني في حاجة عايز أقولها كده جنرال نوت. كنت عملت دردشة مع صديقنا العزيز الناقد أحمد شوقي عن أعظم أفلام داوود عبد السيد، وأنا وهو كنا يعني أنا كنت شايف إن ده أحسن أفلام داوود عبد السيد، وهو كان لا شايف الكيت كات متهيألي كان أرض الخوف رقم ثلاثة أو حاجة، ما كانش حتى رقم اتنين. لسبب إن هو كان بيقول، محتاج ارجع اسمع الحلقه تاني يعني، بس احمد شوقي دايما كلامه بيخلي الواحد يفكر كده. فكان بيقول ان فكره ان الرمزيه والحاجات دي كلها هي واضحه جدا، يعني مش مثلا اه ما هياش ما ينفعش تقول الفيلم ده على فكره انت لو دققت فيه هتلاقي ان هو قصده يتكلم على كذا. انت مش محتاج تدقق فيه عشان تاخد، هي الحاجات دي واضحه قدامك. ايوه فدي مش فاكر هو كان بيقولها على ان دي حاجه سلبيه ولا لا، بس انا دفنت دي حاجه ايجابيه.
ودي حاجه يعني افتكرتها دلوقتي، هو لما احمد شوقي قالها، ان فعلا حاجه حلوه، ان هو مش عايز يورينا ان لا انت لازم تفكر قوي او تحلل قوي عشان توصل للابعاد دي. لا، هو حاططها لك كده يعني. هو الفيلم مهم. فيه الخط بتاع الاثاره البوليسي، وفيه الخط اللي هو بتاع الوجوديه والفلسفه والحاجات دي كلها، وفيه الخط السياسي برضو. اعتقد ايوه. احمد شوقي كان بيقول ان الخط البوليسي ما كانش شده في حد ذاته، انا طبعا يعني يعني اي ريسبكتفully disagree في النقطه دي. بس فكره فعلا ان الرمزيه معموله بشياكه، يعني مش مقحمه قوي ومعموله حلو، ومش واضحه بزياده قوي قوي قوي، ان انت تدي ايوه. مساحه ان احنا نقعد نفكر ونتناقش فيها. فكلمني بس رايك في فكره شخصيه، ما يرمز له شخصيه عزت ابو عوف يعني. طب انا عايز اسال سؤال، الفيلم ده فرق ايه عن فيلم المهاجر اللي منع عرضه؟ امم. ولا عن الروايه العظيمه لعمنا نجيب محفوظ، ولاد حارتنا؟ انا شفت وانا جاي في العربيه النهارده برضه عشان يعني يساعدني شويه ان انا اتكلم النهارده، شفت لقاء في التلفزيون على اليوتيوب للاستاذ علي ابو شادي، الناقد الكبير، الناقد السينمائي الكبير علي ابو شادي، اللي كان الرقيب وقت الفيلم ده ما نزل، وهو امم. قال: انا صديقي جدا داوود عبد السيد، وقال ان انا يعني كان دوره ان هو يساعد المبدعين ان هم يعملوا الافلام دي، لان قال لك ان انا لو كل فيلم همنعه، طب ما الاتحاد السوفيتي اتمنع فيه مليون فيلم، صح. واول ما الاتحاد السوفيتي ينهار الافلام دي كلها طلعت، فالفيلم اللي اتعمل خلاص لازم يتعرض. وهو بيقول ان هو ساعد داوود عبد السيد ان هو يعني الفيلم ده يعدي من الرقابه، ان خلاه يزود مشهدين كده على الورق، وفي الاخر المشهدين دول طبعا مش موجودين، لانه بس عشان بس قال يعني يعدي. هي طبعا الرمزيه واضحه جدا، الرمزيه واضحه جدا، وانا الحقيقه استغرب جدا ان هم ان هم ما منعوش الفيلم ده، وده شابوه للاستاذ علي ابو شادي ان الفيلم ده ما اتمنعش. لان الرمزيات الدينيه واضحه فيه جدا 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 جدا. طب اشمعنى الفيلم ده ما اتمنعش واتعرض، وفيلم زي المهاجر اللي ما قال لك ده فيه يعني ده زي قصه سيدنا يوسف، امم. وهو بالظبط قصه سيدنا يوسف واخواته وحاولوا يذبحوه وحطوا القميص بتاعه، يعني اشمعنى امم. الفيلم ده؟ امم. فاهم قصدي؟ لان الرمزيه واضحه فاهم. جدا طبعا، امم. الرمزيه واضحه في منتهى يعني وشك زي ما انت لسه بتقول. ويمكن الرمزيه المباشره ديت يعني بعض الناس اللي زي احمد شوقي، واتكلم قبل كده على فكره ان الرمزيه المباشره دي هو ما بيحبهاش. امم. طب. لكن الفيلم طبعا واضح الرمزيه دي فيه، والتفاحه وادم وهدهد وموسى وانا رسول وان هو نزل من الجنه الى ارض الخوف، يعني ده هو ده امم. رحله الخلق يعني. طب، وشخصية موسى، شخصية موسى هنا أعتقد فيها حتة برضو واضح من الاسم، وأنا مجرد رسول وكل الحاجات دي، وفيها برضو التساؤل بتاع الأسئلة الكبيرة بقى، بتاع أنا كإنسان لما أجي أناجي ربي، هل ربي هيسمعني أصلا ولا لأ؟ عارف صح. يعني، من الآخر يعني. صح. هو دي، هي دي كايند اوف الرسالة بتاعتها. هل الدين هل فعلا هيربطني باللي خلقني، ولا كل واحد مع نفسه عاملين زي كور البلياردو اللي في أول الفيلم، مع كل كورة بتخبط في حتة وخلاص. فدي كلها أسئلة، هو ما بيقولناش أو لأ، هو بيطرح هو الأسئلة. قال لك انا مجرد رسول، يعني في بالظبط. الاخر هي علاقه الانسان بربه دي علاقه خاصه جدا. مم. لان يعني هو الرسول ده مش موجود معاك على طول، ما هو الرسول ده في الاخر انسان بني ادم مات ومش موجود، وفي الاخر انت اللي بتبقى على الارض دي، انت بقى مع نفسك كبطل زي ما بيقولوا يعني. صح. ودي حلاوة يا أخي الكلام عن الأفلام، والله دي يعني عارف، بجد والله يعني دي حلاوة صح. البودكاست ومن صح. عينيا وشوقي وكل أصحابنا بيتكلموا على الأفلام بالذات الأفلام دي، عشان كده الأفلام دي من الأفلام اللي بتعيش، اللي هو كل ما تتفرج عليها هتفكر فيها بشكل معين، هتنظر لها من منظور تاني. طب تعالى نتكلم على شخصيات النسائية بقى. احنا اتكلمنا شوية على شخصية زينة، نتكلم على فيدرا، اللي هو واضح جدا برضو إن هي بتمثل له ايه، بتمثل له الامان، الحب، لما اول مره بيخش المكتب بتاعها بينام تخيلك ان بالراحه ما خالص. فيش مره دخل مكتبها والباب ما كانش مفتوح، صح. وده رمزيه ان هو بيخش على طول، بالظبط. يعني اللي هو بابها مفتوح وبيقعد يتكلم معاها. في مرة واحدة بس عمل معاها علاقة بعنف، كأنه اغتصبها يعني. مم. وهو حتى يعني جاله زي ما يكون نوع من الاكتئاب، أو نوع من الحزن على اللي هو عمله. صح.
فانا يعني فيدرا كانت لايقه جدا على الدور ده. وبعدين للجيل بتاعنا فيدرا دي كانت هي يعني رموز الجمال العربي في الوقت ده. طبعا. لبسها، شكلها، جسمها، طريقه كلامها، كانت لايقه قوي قوي على الدور الصراحه. واعتقد ده كان اول يمكن فيلم تعمله. للاسف آه، ما انطلقتش بعدها، ما اعتقدش انها بتمثل دلوقتي. متهيألي بتظهر في مسلسلات وكده، بس هو ده كان العمل اللي الناس اه. بتفتكروا بيها يعني. ايوه. فعجبني أدائها، وعجبني هي بترمز لإيه. حتى في مشهد وهي في البسين بتطلع في ايوه. المية، نفس ايوه وشعرها راجع البيوريتي لورا. بتاعت المية بالظبط. فهي بترمز صح. لكل ما هو بريء، وكل ما هو نظيف، وكل ما هو ملائكي. عامل صح. زي شخصية سيبل شابرد في تاكسي درايفر، لما أول مرة بنشوف شخصية سيبل شابرد وهي ماشية سلو موشن ولابسة أبيض. في شخصيات كده، واول مره احمد زكي بيشوفها بتبقى لابسه برضو ابيض ملائكي كده لما تخش عليه الاسانسير. فاعتقد كان اختيار حلو يعني. احب انا كمان الافلام اللي هي بتبرز يعني ان يعني مش عايز تفهم كلامي غلط. كل ست فيها جانب معين بيشد الراجل. مم. فهتشوف مثلا مايكل كورليون كان بيحب كاي، بدون شك هي بيحبها وكان هيتجوزها. وللاسف لما راح استخبى في سيسيليا، في سيسيلي، في صقليه، شاف ابولونيا ومخه اتلحس لحظ. بابولونيا. مم. انا حتى كتير اقعد اتساءل هو مين حب حياته، هل هي كاي ولا ابولونيا؟ اسمعوا نفس البودكاست بتاع الكلام. جاد فاذر اللي عملته مع اسلام عاكف، قعد نتكلم نص ساعه على السؤال ده بس. اه. حب حياته كاي ولا ابولونيا؟ اه. مم. في رايك انت مين، كاي ولا ابولونيا؟ ابولونيا. اعتقد ابولونيا. اعتقد كي كانت البدلة اللي كان بيلبسها علشان يتخلص من الطليانة بتاعته. هي كانت تمام. الواسب، اللي هي الوايت تمام. انجلو ساكسون بروتستانت. والساكسون بروتستانت عشان اه. يبعد عن عايز يتخلص من كل ما هو له علاقة صح. بعيلته والكورليون ومش عارف حتى ايه، كان كانت بترمز فيري لده. بلاند. قوي هما تعمدوا فانيليا يخلوها يعني. بلاند، ملهاش بالظبط. اي كاركتر ولا ليها خفه دم ولا ليها روح ولا ليها، وملهاش مشاهد فيها حميميه، ملوش مشاهد فيها حميميه معاها خالص، صح. يمكن مشهد كده ملوش اي لازمه. لكن كل بالظبط. المشاهد اللي فيها نار كانت مع أبولونيا. بولونيا. كلامك بالظبط صح. صح. شفت برضو كلام اعتقد جاد برضو فاذر انت، دايما هياخدنا على جاد فاذر. اه طبعا لان سوري. هو ده تكست بوك، يعني لازم انت ده اللي هتفتحه كل شويه تبص يعني صح. اعمل ايه في الحته دي، اعملها ازاي. هو تكست بوك، بالظبط. هو المرجع. صح. او برضه هو نظرته للست وطريقه كلامه وعلاقته ب ب بفدرة او فريده مختلفه خالص عن اللي هي الدور اللي عملته زينه. مم. يعني زي ما يكون هنا بيبقى بني ادم وهنا بيبقى بني ادم. بالظبط. واحمد زكي ليه فيلم حلو جدا، مش من الافلام المهمه او في الفيلموجرافي بتاعته، بيتكلم عن النقطه دي تحديدا. فيلم اسمه امراه واحده لا تكفي. مم. لان هو كان في الفيلم ده بيعرف اربع ستات او ثلاث ستات. كان بيعرف يسرا كان ليها خلفيه، وبيعرف سماح انور ليها خلفيه، وبيعرف فيفي عبد واحده ليها خلفيه تاني. فبرضه هي الستات في علاقه الراجل بالست، هتلاقي دايما الراجل يعني عمال يدور على حاجه مش لاقيها، مم. بس هو بيلاقي الحاجه دي في ست، وبيلاقي حاجه تانيه بتعجبه في ست تانيه وحاجه تانية. فهو برضه الستات، هو لما حب يفكر بحاجه فيها شهوانيه زي ما هدهد قال له، جابوا له واحده عمل معاها علاقه من غير ما يعرف اسمها وخلف منها كمان. مم. لكن كان هو كل شويه يروح للي بيقعد يتكلم معاها، اللي بابها مفتوح، اللي بتنور عقله، اللي زي ما تقول بترجعه للرشد تاني، لكن في نفس الوقت يرجع تاني للشهوه بتاعته، يروح رايح للتانيه اللي هي جاب منها عيل، وهو برضه زي ما يعرفش اسمها ولا يعرف هي مين ولا خلفيتها ايه، جابوها له النهارده اتجوزها بالليل وصح لقى نفسه نايم في حضنها يعني. مم. وهي دي اللي بيخلص الفيلم معاها يعني، اللي هو بالظبط. هو مع الاثنين برضه بيرجع الاثنين. بس تقريبا هي دي اللي بيلاقي كايند اوف ملاذه معاها يعني. بالظبط. في نقطة كنت عايز اتكلم عليها ونسيتها. فكرة اشمعنى شخصية عزت أبو عوف راحت وراه بعد ما قتل شخصية أحمد كمال، وهي علاقة المخدرات أو الإجرام ده مع الأمن، أو مع المفروض إن هما بيحاربوهم. اللي بنفهمه إن في زي ما يكون كده زي الإنكاهوتس، يعني في علاقة ما بينهم، إن يسمحوا بالمخدرات دي انها تخش، بالهيروين انها تخش، لان هم واصلين بناس اكبر منهم. زي ما المعلم هدى بيقول في الاخر، بيقول احنا مجرد بنوزع الحاجات دي، بس الموضوع اه. براني. ففي علاقة بينهم
الفيلم بيوريها لنا شوية. وده بيوصلنا لو فكرة المخدرات ايه هي المخدرات. يعني المخدرات مش بس عشان هي مخدرات، بس المخدرات هي اللي بتغيب الشعب ده وبتوهمه وبتحس بتسطله وبتبعده عن الفكر عن الحاجات المهمة وحال البلد، زي من ايام فيلم صرصرة فوق النيل. هي نفس الكونسبت. وفيلم الكيف ان المخدرات مش فكرة خطر المخدرات، مش ان الواحد يتسطل وخلاص، بس ان هو ايه، يغيب عن حال الوطن وهو مين في الوطن ده. فاعتقد دي برضو كانت معمولة حلو ومش فج قوي، بس نفهم منها ان في علاقة ما بين الامن والمسؤولين عن تخريب العقول وتغييب العقول وهكذا. هو عمر ابو المجد اتكلم في الموضوع ده، قال لك ان يعني تصاعد الهيروين زاد قوي في النصف الثاني، ان في النصف الاول من الثمانينات وقت مع حكم الرئيس مبارك، وان الحشيش انتشر كما لم ينتشر من قبل وقت الرئيس السادات. فهو برضو يعني ده يرجعنا تاني برضو لللاير الثالثه بقى. ما هي مم. اللاير الاولانيه قلنا الخط بتاع الثريلر، ان واحد اتزرع في وسط تجار المخدرات عشان يتاجر مخدرات زيهم. اللاير الثاني اللي هو الاسئله الوجوديه عن ده الكلام ده بتاع عمر ابو المجد يعني. I'm quoting عمر ابو المجد. اللاير مم. الثاني اللي هو الاسئله الوجوديه، الخلق والانسان والتفاحه وادم وهدهد وما الى ذلك. ثم اللاير الثالث بقى، اللاير الثالث اللي هو بتاع اسقاط على فترات حكم مصر او فترات مصر. خلي بالك ان كل صناع السينما، احنا اتكلمنا انا وانت قبل ما نبتدي، كل صناع الافلام ديت، اذا كان داوود عبد السيد ولا محمد خان ولا عاطف الطيب، ومعاهم طبعا علي عبد الخالق، دول كلهم مواليد النصف الاول من الاربعينات او النصف الثاني من الاربعينات. يعني في الفتره بتاعت اواخر الستينات كانوا كلهم حاجه و20 سنه، او بدايه يعني خلاص اتخرجوا، وابتدى بقى خلاص بقى ال السياسه مأثره عليهم واكله دماغهم زي ما بيقولوا. البلد في النص الثاني من الستينات بقى ده النكسه واللي حصل فيها، والحلم العربي الكبير اللي تحطم بقى اغاني عبد الحليم حافظ اللي كانت مغيبه الناس و... وال... والثوره العربيه والاشتراكيه، وعلى فين يا دفعه، على تل ابيب يا ست هانم، واغاني صلاح جاهين وهنحارب وصوره وكل الجو اللي انت فاهمه دوت. مم. اللي كل ده يعني البالونه دي كلها فرقعت في 6 ايام في 67. مم. ما تفهمش ليه الاخوه الناصريين اللي هم بيحبوا حكم او يعني مؤمنين بافكار جمال عبد الناصر وافكار ثوره يوليو بينسوا كل ده، ويحطوا كل غضبهم على فتره السبعينات بتاعه الرئيس السادات وحكمها. مم. ومن ضمنهم اسلام. حقيقه الاسلام معاك اتكلم معايا في الموضوع ده. مم. فهو الفيلم كله ركز على ان الحشيش منتشر وقت الرئيس السادات، والمخدرات بتنتشر بالهيروين بقى، الانتشار مع مبارك الكبير. بقى. اه، ما ننساش ان العالم كله كان فيه كده. ما انت لما ترجع للتاريخ وتشوف امريكا عانت ازاي وقت بقى الكارتيلز بتاعت كولومبيا وبابلو والكراك اسكوبار كوكين وكده. في منطقة السود. بالظبط دي بالظبط ودي بالظبط حصلت في الثمانينات. حصل الغزو في المناطق اللي فيها الافريكان امريكانز. يعني كان بالظبط غزو الكراك كوكين من بالظبط كولومبيا، بيصنعوه بالطرق اللي بالظبط. هي بتاعتهم. وفعلا وده كان غزو ومقصود ومعروف وتحت عين الحكومة علشان تدمر الأماكن دي. انا مختلف معاك. هي ده في كراك المساله كوكين ده it was يعني ما اعرفش بقى مصر ايه، بس في الكراك كوكين بتفرق. بالذات it was really هو ملحوظة دايما في فيها. محاوله يعني حتى الناس اللي هي برو حكم الرئيس السادات او برو بعد ذلك، في نوع من يعني في احاديه في التفكير. مم. يعني ان نصب كل مشاكل مصر على شخص، ونقول ان هو الشخص ده هو المسؤول عن خط السير الوحش اللي مشيت فيه البلد. يعني انا مرور الوقت بحس ان ده نوع من القصور شويه، ان احنا نقول ان الفتره بتاعت الرئيس حكم عبد الناصر كانت فتره ليها ظروف معينه. الموضه وقتها في العالم كله كان الجو الاشتراكي ده. مصر اختارت انها تبقى في حركه عدم الانحياز وتبقى مياله شويه ناحيه المعسكر السوفيتي، وهم ساعدونا في حاجات كتيره، حاجات في التسليح في الجيش وحاجات مش عارف ايه، فكان من الطبيعي ان احنا نبقى معاهم. بعد كده جه الرئيس السادات حس ان هو لايص، وان امريكا هي اللي متحكمه في كل حاجه، ولازم يصلح الاخطاء الكتيره اللي حصلت ويرجع ارضه وبتاع، فكان طبيعي انه يميل ناحيه امريكا. Yeah. واحنا دوله صغيره ما عندناش قدره ان احنا نعمل فان احنا بس ربط كل ده بقى
في اعمال السينما كان في نوع من السطحيه شويه، زي ما بنشوف كده في فيلم عاطف الطيب. لما انت مره اتكلمت ان هو بيحب يجيب رجال الاعمال كلهم فاسدين، لا، رجال الاعمال مش كلهم فاسدين. صح. فاهم قصدي؟ ان احنا مم. نجيب ان عصر السادات ده كان عصر انفتاح وبتاع فراخ فاسده وتجار حشيش وبتاع، لان يقول لك اصل كان بيشرب حشيش وكلام كلام يعني ملوش اساس من الصحه. مم. نيجي على عصر برضه مبارك، اصل هو ده اللي دخل الهيروين عشان يغيبوا الشعب يا جماعه لا، هي الحاجات دي كلها اسمه ايه في صرصار فوق النيل بيتكلم عن تغييب الشعب، وكان امتى؟ ده هو ده كان قبل على فكره، ده ما هو ده برضه بيقول لك اتكتب قبل هو النكسة ده كان المفروض انه واتعرض قبل واتعرض 67 بعد او النكسة بعد بالظبط. 67 وقبل، يعني في الفتره بين 67 ل 70، لان خلي بالك ان الصرصار فوق النيل معمول وقت حكم الرئيس السادات. فبرضه كان كل صناع السينما وقتها طبعا عشان يبقوا يتقربوا للسلطه اكتر كان بيطلع لك مساوئ حكم فتره عبد الناصر، وطلع بقى الكرنك واحنا بتوع الاتوبيس مم. افلام وطائر الليل الكرنكة على الحزين. رأي ادم مكيوي افندم. افلام ادم مكيوي مسميها افلام الكرنكة، اللي هو يعني ايوه الافلام بالظبط اللي كده، ورد. بالظبط، ما كلهم كانوا في نفس الخط ده، وان المعتقلات كانت كلها نفخ وكلها بتاع. مم. لكن برضه هو طبعا داود عبد السيد ناصري، فطبعا كان واضح جدا، او اعتقد انه ناصري يعني واضحه، يعني ان هو لازم يطلعوا ان الفتره اللي كان فيها حكم الرئيس السادات دي كانت فتره سيئه، وكانت كان كلها انحلال اخلاقي، وكان فيها تجار الحشيش هم اسياد البلد وبتاع. فهو ده اللاير الثالث اللي انا يعني بحس ان هو خلاص بقى كليشيه شويه. مم. هو انا عادة يعني اللاين ده مش يعني في معظم الافلام انا دايما بحب اكتر اللاين اللي قبله، يعني انا كذوق عام يعني بحب ايوه، اكتر اللاين، اللاين البوليسي طبعا، واللاين ايوه، الوجودي ده بيستهويني اكتر. يمكن ايوه، عشان زي ما قلت ما بقاش ايه بحس ان الموضوع بقى متعاد شويه. بس طبعا يعني اتس ايه يعني اتس worth discussion، يعني يعني موجود عشان الواحد يقدر يتناقش فيه يعني. تمام. ايه رأيك بقى في حاجة عايزين نتكلم فيها؟ معرفش انت لسه في حاجة عايز تتكلم فيها تاني لا ولا؟ لا انا بخش على ماي نوتس اشوف لو في حاجه، لو احنا في مشهد او حاجه واقع مننا وعايزين نرجع نتكلم عليه ولا لا. انا اللي بيضايقني جدا في الفيلم ده يا محمد البوست برودكشن. اه كويس كويس انك اتكلمت على ده، انا كنت هقول لك شفته. ايه اللي مضايقك في الفيلم. الفيلم ده انا ما لقيتوش الا على واحدة من المنصات، مش موجود خالص على يوتيوب. فشفته على واحدة من المنصات فتوقعت انها تبقى نسخة كويسة. نسخة سيئة للغاية، مم. صوتا وصورة، مم. الاثنين. كل السرد بتاع احمد زكي انا مش عارف اسمعه، بضطر اوقف واعيد تاني مم. اقول هو قال ايه، او اخد الكلام بالشبه. الصوت كومبريست كده بطريقه، في فريكونسيز طايره خالص. ال 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 الطبقات اللي هي الواطيه، البيس مش موجود خالص، في تريبل كتير قوي. انا فعلا مش عارف هو بيقول ايه، مش قادر افهم هو بيقول ايه. الحوار واطي جدا، الكلام واطي جدا، صوت واطي جدا. مم. بحيث ان انا يعني ببذل جهد عشان اسمعه، واضطر اوقف واضطر اعلي واضطر ارجع تاني. واحمد زكي مره اتكلم لما قالوا له الفيلم ده رايح اوسكار بتاع، قال لهم ان النسخه اترفضت عشان الصوت وحش فليه صناع السينما ما كانوش بيهتموا بالتفاصيل دي؟ سنه 2000 ده كانت الوقت المفروض ان ابتدت التقنيات، يعني ابتدت تظهر، والمعدات ابتدت تبقى احسن. مش زي الثمانينات ولا النصف الاول من التسعينات، كانت معدات تعبانه قوي، لكن عمر ما كان فيها الكلام ده. بالذات لما تقارن يعني الالفينات في مصر والالفينات في امريكا، كان فرق شاسع في البوست برودكشن في الكواليتي فعلا. هي حاجه اه، تزعل، حاجه تزعل ان فعلا النسخه الوحيده اللي موجوده دلوقتي. ما عشان كده ما تعرفش هل هي دي النسخه الاصليه كانت بالطريقه دي، ولا النسخه اللي اتنقلت بقى وبقت موجوده عندنا دلوقتي في المنصات ما خدوش بالهم من النيجاتيف بتاعها. ما تفهمش الخلل كان من الاول ولا على ما وصل لنا بقى كده. بس معاك صوت يعني وحش قوي. مشكله. والصوت والصوره حتى، يعني حتى تحس ان كل حاجه اه، اوفر بلون كده، تحس ان ايوه، درجات الابيض فيها زايده زياده عن اللزوم. وده يعني مع كل ده انت برضه حاسس بالمود الجميل، بس انا متاكد لو كان الكواليتي حلوه كنا هنحس بالمود اكتر واكتر واكتر يعني. وللاسف بص، يعني احنا كنا اتكلمنا على ده لما اتكلمنا على فيلم المشبوه. يعني احنا قعدنا صح، فتره طويله قوي، يعني احنا الاربعينات والخمسينيات واوائل الستينيات احنا وهوليوود كنا واحد. بس طبعا هم صح. كانوا بيعرفوا يعملوا بقى بان هير وحاجات كده، احنا كنا يعني اقل منهم شويه. بس ايام الابيض واسود لا، تتفرج على فيلم كواليتي حلو على روتانا كلاسيك ولا بتاع، عامل زي فيلم تاني ايليا كازان، مش اي فرق. على شوف السبعينات اي فيلم تمانينات لانور وجدي، تسعينات بالظبط، مهول يعني. اي فيلم اخراج انور وجدي، مم. واتفرج على الاستعراضات بتاعته والاضاءه والتصوير
والكاميرا، لا كان حاجه عظمه يعني. صح. لكن جينا الفيلم فعلا بقى فيه وقعنا مشكله. سبعينات اه. تمانينات تسعينات. دلوقتي بقينا كويسين، دلوقتي لا خلاص بقى الكواليتي بتاعنا كصوت وصورة وكده اعتقد تمام. مش لازم بقى نعمل مم. بقى مفرقعات واكشن وكده، دي مش لعبتنا، او يعني ما اظنش انها المفروض تبقى لعبتنا اصلا. بس كمستوى صورة وكده لا ديفنتلي اعتقد احنا صلحنا الموضوع ده. بس طبعا ايوه. حاجة تزعل يعني الفيلم ده لو كان مم. ركزوا شوية في الصوت والصورة والحاجات التكنيكال دي، اعتقد طبعا كانت تجربه احسن كان قوي. هيعيش اكتر. مم. وده يرجعني لاخر حاجه عايز اتكلم عليها على مستوى التقني، هو المزيكا بتاعت راجح داوود، اللي طبعا كعادته بتعمل نقله كبيره قوي في المود وفي الاحساس ده كله. مزيكا كاتدرائيه كده كلها على تنويهات بانشيز. بالظبط مم. يعني مم. مختلفه عن المزيكا بتاعت الكيت، بس تحس ان هي قريبه منها كروح معينه. مزيكا تحس انها كانها جايه من صلاه. السماء. برافو عليك، كانها بالظبط صلاه. بالظبط مم. مم. وماشيه جدا مع المود، مع بالظبط. الاسئله اللي هو بيطرحها يعني. ويمكن السؤال يعني حاجه عايز اختم بيها، ايه السؤال؟ الفيلم ده لما بتفرج عليه بخرج منه بحس ان هو بيخلاني افكر فيه تاني، اللي هو السؤال الوجودي الطبيعي، اللي هو احنا جوانا خير ولا شر؟ لو عندك تصريح اخلاقي زي ما بيقول انك تعمل اي حاجه من غير ما حد يحاسبك، هتعمل ايه؟ هتختار ده ولا هتختار ده؟ يعني عارف، اسئله الواحد كان بيسالها اكتر وهو اصغر في سن بقى الجامعه ال- ال- والحاجات. ال- بس السؤال ده عمره ما حد عرف يجاوبه. بالظبط بالظبط. وفي ناس جاوبوه قال لك ان الانسان اصله خير وبيتعلم يبقى شر، وفي ناس قال لك الانسان اصله مم. شر وبيتعلم يبقى خير. في قصه معروفه اسمها لورد اوف ذا فلايز طبعا. بتاعت ويليام الأطفال جولدنج. لما راحوا على الاطفال اللي الجزيرة. وقعوا على جزيره ذبحوا بعض في الاخر وهم كلهم ما كملوش 10 سنين. صح. فهو كان يعني الطرح ده يعني موجود. بالظبط، آه، وحلاوة آه، الفيلم إن هو ما بيديكش الإجابة يعني، وهي صح دي الفكرة إن مفيش بيسيبك. إجابة، أنت مجرد بتسأل صح السؤال بس تسأله بشكل صح مثير يعني. صح 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 بالظبط. لكن هو فيلم ممتاز. طبعا، انا زي ما قلت لك انا لا يعني لازم هشوفه تاني وتالت. انا كانت اول، عشان اعتراف، انا كانت اول مره اشوفه يا جماعه لما محمد ابو سليمان طلب مني ان احنا هنعمل فيلم ارض الخوف. والحقيقه كانت المساله كانت تقيله عليا، وده اللي يمكن خلاني ما شفتوش برضو ان ديو تايم وتاجلنا ان احنا نعمله. لان انا زي ما تقول خايف منه، عارف انه فيلم تقيل. فانا يعني كنت يعني ايه مستثقل يا جماعه، ده فيلم تقيل ولازم اذاكره ولازم اعمله. بس لا، شفته على 3 4 ايام. فيعني كان زي ما تقول يعني كل حته اشوفها كنت بتغطس جوايا كده بستوعبها يعني. لا لا، جميل جدا، والدردشة في الفيلم معاك كانت ممتعة مش جدا طبعا هتخلص. كالعادة. وأكيد حبيبي. حاسس إن إحنا من الأفلام اللي ممكن نرجع لها تاني بعدين، نعمل ري واتش ليها كده كمان اه طبعا. فترة كده. ونحب قوي نسمع رأيكم، الناس اللي بتسمعنا وبتتفرج علينا، رأيكم إيه في نظره الفيلم؟ تانية. الفيلم ده يعتبر إيه بالنسبة لكم؟ هل هو أفضل أفلام داود عبد استضيف السيد حد ولا بقى لأ؟ ناقد بجد بقى، مش اونطاجي زي احنا كده. عمالين كلنا منتجين على فكرة، كلنا بندردش، كلنا بنفتي. بس على فكرة في حاجة عايز اقولها على النقطة دي. كنت بتكلم مع واحد صديق ليا برضو على فكرة تحليل الافلام ومناقشة الافلام في المجمل يعني. اعتقد اللي بنحاول انا وانت نعمله ونحاول نفضل عليه دايما، ان احنا في الاخر بنقول رأينا. يعني احنا ما بنقولش هو ده الرأي الوحيد او هو ده كان قصد المخرج بس. صح دي نقطة صح مهمة قوي، اعتقد في ناس كتير للأسف بيقعوا فيها، اللي هو يحسوا يا جماعة لا انتوا كنتوا فاهمين ان كذا، لا هو قصدي يقول كذا. لا يا جماعة لا صح. هو قصدي يقول كذا. يعني انا ضد الموضوع ده، وارجو ان احنا عمرنا ما بنبقى ده بالنسبة للناس اللي بتسمعنا. احنا بنقول رأينا احنا كمتلقين للفيلم، بنحب الافلام بنقول رأينا ونحب نسمع رأيكم ايه، ومفيش رأي يعني ايه يغطي على التاني يعني. احنا بنقول اللي احنا حاسينه واللي احنا شايفينه. انا لما بقرا التعليقات اللي الناس بتكتبها على الفيديو على اليوتيوب، ده في ناس بتقول كلام جميل جدا ابعاد تانية خالص، صح. وببقى مبسوط جدا. يعني حاجات انا بتعلم منها بصراحة. وساعات بلاقي ناس كاتبة تعليقات طويلة. فكون ان حد ياخد الوقت انه يكتب تعليق طويل على اليوتيوب من 7 8 صفحات، 7 8 سطور، مم. ده يعني حاجة معناه ان في ناس فعلا عندها الباشن او العاطفة الشديدة ناحية الفيلم ده، او ناحية الفن ده، السينما او كده. فبتبسط يعني، صح. وبتعلم حاجات كتير قوي من تعليقات الناس بتكتبها. بالظبط، وانا كمان وفي مقوله بيقول لك ان هو اقيم هديه حد ممكن يديها لك هي وقته، وهي صح يعني الاتنشن بتاعه. فشكرا صح لكل الناس اللي ادتنا وقتهم تسمع وادتنا وقتهم انها تعلق.
وكملوا معانا بقى كده، كملوا معانا واحنا بالظبط. نكمل معاكم ان شاء انتوا الله. بتغذونا يا جماعه. بالظبط. مم. وشكرا جدا على متابعتكم، شكرا جدا يا سمعة، ويا ريت شكرا يا الناس توني. ما تنسوش تدونا ريفيو على البودكاست، الحاجات دي بتفرق، وتعملوا لنا لايك وفولو وسبسكرايب، كل الحاجات السيز اللي انتوا عارفينها دي، لحد ما نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تصبحوا على خير. شكرا. سلام. شكرا.